المادة 56 من قانون الأسرة الجديد بتسمح للزوجة الاقتراض وجوزها اللي يدفع. أجازت المادة للزوجة الاقتراض. مبروك يا رجالة، مبروك. الست دلوقتي من حقها تروح تاخد قرض أو تروح تستلف وجوزها اللي يدفع بالقانون. رجالة مصر كلها إن شاء الله هتشرف في السجون، ما تقلقوش يا رجالة. كمان أجازت المادة دي للست لو هي عندها مال وجوزها معسر أو عنده أزمة ولا حاجة، يعني الدنيا ملخبطة معاه، فهي تصرف على نفسها من فلوسها وجوزها يبقى مديون ليها بالفلوس دي. يعني أنت دلوقتي دخلك مثلا قليل، افترض 7 8000 جنيه، 5 6000 جنيه، فأنت عايش على أساسهم، عايش على قدهم. تمام. لا مش عاجبين الست عندها فلوس فتصرف منهم بقى، واللي تصرفه ده يبقى دين عليك. المادة 80 بقى بتقول ايه؟ إذا غاب الزوج 6 أشهر فأكثر بالعذر المقبول في دولة أخرى غير التي تقيم فيها الزوجة، فلها أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من بعده، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. يعني الراجل يبقى مسافر في دولة تانية عشان يشتغل، عشان يجيب فلوس، الست هي اللي قاعدة في مصر. ف 6 شهور ايه؟ مين اللي يعرف ينزل كل 6 شهور؟ هو اللي بيبقى مسافر في دولة في الخليج ده يعرف ياخد اجازة كل سنة اصلا؟ ده بياخد كل سنتين بالعافية. يا اما كده يا اما ياخدها تسافر معاه. طب ياخدها تسافر معاه ازاي؟ المصاريف هناك ما يقدرش يتحمل، لو اجر اصلا هناك شقة او مرتبه هيعوز مرتب على مرتبه. هو بيبقى قاعد هناك، المغترب ده بيبقى قاعد في شقة مع 20 واحد. المادة المشكلة بقى بجد المادة 82 يقول لك لكل من الزوجين أن يطلب فسخ عقد الزواج إذا وجد بالآخر عيبا كان قائما قبل العقد ولم يعلم به أو يقبل، ولا يمكن البرء منه، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل. يعني حتى لو هيتم الشفاء منه بس بعد فترة لا الفسخ. وللزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا استجد به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه. يعني حتى لو كان سليم وزي الفل، بس ربنا أراد بقى إن الراجل يتعب ولا يجراله حاجة. يعني الست بقى تتلكك أي تلكيكة بقى بعد كده، ده ضحك عليا. هو ده القانون اللي عاملينه عشان تعدلوا بيه الدنيا؟ أما مادة 29 بقى، للزوجة أن تشترط في عقد زواجها ما يحقق منفعتها ولا ينافي مقاصد العقد، ولها الحق في فسخ العقد حال إخلال الزوجة بما تم الاتفاق عليه، ولها أن تسقط الشرط أو ترضى بمخالفته. مادة 31، يجب على كل مقبل على الزواج وقبل توثيق العقد أن يقدم لمن انتوى الزواج بها وثيقة تأمين تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال حدوث الطلاق بائنا أو التطليق بحكم نهائي، ويصدر بتنظيم إصدارها وفئاتها وقواعد استحقاقها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة، وعلى المأذون والموثق قبل توثيق العقد الاستعلام. بص يا حبيبي، اللي عايز تتجوز هتروح تطلع لها تأمن عليها الأول قبل ما توثق العقد بتاع الزواج، لازم تعمل لها وثيقة تأمين. أنا عمال أضحك والله، كل مادة بتخليني أفصع نفسي من الضحك. الخطوبة مادة 2، تعتبر الشبكة من الهدايا إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها من المهر. الشبكة هدايا بالقانون، خلي بالك، الشبكة دي هدية بالقانون. لكن لو العرف عندكم بقى في المنطقة بيقول إن الشبكة دي مهر تبقى مهر، بس مفيش في مصر كلها حد بيقول كده، كله بيقول لك هدية فبقت هدية وبالقانون. إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعض جهازا ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء، وإذا كان العدول من جهتها فعليها رد ما تسلمته من الصداق. مادة 2،
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب مقبول فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه. يعني من الآخر والله أنت خطبت واحدة فما ارتحتوش مع بعض، اللي هيفكر فيك ويسيب التاني مش هياخد حاجة. فشوف بقى مين هيزهق مين علشان ياخد حاجة مين بالقانون. لا والله ده هو بالشرع بقى حقه ياخد حاجته كاملة حتى لو هو اللي عايز يسيبها، لأن مفيش زواج. لكن القانون بيقول غير كده. ايه التهريج ده؟ ايه ده؟ يعني لو واحد راح خطب واحدة وجاب لها مثلا ب100,000 جنيه دهب ولا حاجة، طلعت فيها عيوب كتير يا سيدي، مش خلاص مش هينفع نكمل مع بعض، مش هينفع اتجوز الست دي عشان هي فيها عيوب اخسر ال100,000 جنيه بتوعي. ايه ده؟ ايه ده؟ يا اما اتجوزها بالعافيه غصب عني عشان ما اخسرش اللي انا دفعته. وايه ده؟ في ايه يا جدعان؟ هو في ايه بالظبط؟ ايه التهريج ده؟ لا ده لسه في كوارث، لسه ده لسه في حاجات كتير.